السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم معانا في يوميات رؤية ويحيى. بعتذر لكم جدا امبارح على تصوير اليوم الثامن، بس الحلقة اللي في ايديا كانت تعباني، وإن شاء الله هننزل النهاردة باليوم التاسع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة اليوم التاسع عند الفراخ. شايفين ما شاء الله الحيوية بتاعتهم منتشرين، أمورهم تمام. بصوا الحلو بقى في السبت ده اهي الفرشة اللي انا حطاها تحتيهم. الحلو في كده ان انا بشدها على طول. اعزكم الله طبعا المنظر. وبعدين هما بقى ايه ابتدوا يكبروا ويشدوا ويوقعوا الاكل. انا حطيت لهم العلافه دي ما عرفوش ياكلوا منها، فانا هشيلها وهحط لهم الاكل جوه زي ما انا طبعا من امبارح اهو بحط لهم الاكل جوه، او من اول امبارح من ساعه ما ركبناه بحط لهم الاكل جوه. بس دي مش عارفين لسه اسم الله صغيرين، مش عارفين يوصلوا لها. بصوا يعني حتى هم واقفين شامين ان في اكل وعارفين ان في اكل، بس مش عارفين يوصلوا لها. انا هنضف تحت السبت بسرعه كده وهنرجع مع بعض. بصوا بقى، بصوا نزلت السبت، شديت الشكاره وحطيت التاني وخلصت الموضوع، خلص الحمد لله. دلوقتي ان احنا شلنا الطواجن اهو، شلنا الحاجات بتاعه الاكل عشان نغيرها لهم. لازم حتى لو الميه نضيفه يا جماعه، الميه تتغير باستمرار باستمرار. الميه بالذات دونا عن الاكل. الميه قلنا ما ينفعش تسخن عليهم خالص، عشان بتبقى غلط عليهم. طبعا انا هنا هقص العلفه دي عشان زي ما اتفقنا مش عارفين ياكلوا منها. لسه بقى شويه لما يكبروا شويه ايه ابقى احطها لهم. ثانيه واحده متعوا عينيكم بيهم شويه. لا مش قوي كده بقى، كده شويه. اهي العلفه هبتدي الاكل اللي فيها بقى ايه المه كده واقلبه كله في البريم. النهارده بقى هنعمل لهم ايه. انا غاليه حلبه من الصبح. الحلبه طبعا حلوه جدا، محسن هضم وفاتح شهيه وبتزود وزن. فالحلبه حلوه قوي 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 للفراخ البيضه بالذات، والفراخ البلدي والله. بس انا للاسف انا جربت مره تربيه الفراخ البلدي وما نفعتش معايا خالص خالص يعني. فهنا اهو هاتي بابا قدامك الميه بس عشان هنبتدي هنا اهو هنزود لهم الميه. حطيت الاكل في برامات عشان هما اسم الله بقوا اشقية، بقوا بيقلبوني الاكل. حطي يا ماما حطي ميه اهي. الحلبة اهي مغليه من الصبح، غلياها وسايباها. هحط لهم شويه هنا وشويه هنا، والحب بتاعها هنزل بيه على العلف. زودي شويه الحب بتاع الحلبة هنزل بيه على العلف. خلاص بقى طري، ينفع ان هما ياكلوه بقى مع البيض. ده اللي انا هحط لهم النهارده. مش هنحط بصل، البصل بقى نخليها ايه خلطه 3 ايام كده في الاسبوع او حاجه. وبعد كده بقى ان شاء الله اول ما الكتكوت يوصل نص كيلو ليه خلطات تانية خالص بقى، ليه خلطات تانية خالص خالص خالص. هنا اهو كده كده. هنا بس هقلب العلف مع الحلبة. اللي بيسألني بقى على الأعشاب اللي أنا بحطها، الكركم مضاد سموم هايل هايل هايل. حتى احنا في أكلنا بيقولك حطي دايما على الأكل كركم، بيحسن الهضم. الحلبة فاتح شهية ممتاز ممتاز للفراخ، بيزود وزنها، بيحسن الهضم معاها، يخلي في ناس كده ساعات لما تيجي تجيبي الفراخ لما بتتذبح، لما بتشتريها كده تلاقي ايه، تحس ان في الحوصله بتاعتها كده في بطنها، في بواقي الاكل. الفرخه ما كانتش بتهضم كويس، الهضم عندها مش تمام. فالحلبه بقى بتعمل محسن هضم كويس جدا جدا للفراخ. هنا اهو هنحط الاكل. خلاص احنا اتفقنا مع العلافه التانية مش عارفين ياكلوا منها، فكده بالنسبه لهم الاكل جوه احسن بالراحه الميه.
ثانية واحدة، ثانية واحدة. كده اهو، كتاكيت النهارده ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الاكل عندهم، الميه عندهم، حالتهم تمام، الانتشار بتاعهم حلو ما شاء الله، بس مبسوطين. الانتشار بتاعهم حلو ما شاء الله. فكده الحمد لله شلنا العلافه الطويله الكبيره دي، لسه هم مش عارفين ياكلوا منها. حطينا لهم الاكل جوه والميه جوه. عايزه اقول لكم انا الصبح بتخض بخش، شايفين ده مدلدل راسه ازاي، بلاقي الكتاكيت بقى كده ايه، مطلعه راسها من بره ومدلدله راسها كده، تحس ان هم لا قدر الله كده ايه حصل لهم حاجه. بيبقوا حرانين جدا جدا الصبح. انا كمان ببقى قلتهم حطيتهم اهو تحت الشباك. بيبقوا حرانين جدا الصبح جدا. وبصراحه الجو صعب قوي اليومين دول، فزي ما اتفقنا الصبح الميه المية عليها محلول جفاف، عليها عصرة ليمون، عليها أي حاجة من الحاجات اللي هي فيها فيتامين سي دي، عشان تعوض معاهم السوائل اللي بيفقدوها في الحر. وربنا المستعان، إن شاء الله كده الدورة تعدي على خير بأمر الله. المفروض إن موجة الحر النهاردة اتكسرت، قالوا آخرها الجمعة. والله المستعان بقى إن شاء الله. احنا مع بعض يوم بيوم كده إن شاء الله. النهاردة كده ده كان اليوم التاسع بتاعهم. بصوا الفرخة أخدة الحلبة وطلعت تجري بيها. ده كده كان اليوم التاسع بتاعهم، والحمد لله عدى على خير. أشوفكم بكرة إن شاء الله.